فيلمنا بيبدأ مع ميرا اللي بتشتغل كاتبة قصص أطفال، وفي يوم وهي قاعدة في المطعم بتكتب رسالة لحبيبها جون، وفجأة بيدخل عليها المطعم وبيقعدوا يتكلموا مع بعض في المطعم، وبالمرة بتعزمه ان هو يجي يتغدى عندها بالليل، وبيقول لها ان هو مضطر يمشي علشان وراه شغل، فبتكون متضايقة لكنه بيعتذر ليها وبيقول لها ان هو هيجي لها بدري النهارده لما بيروح. ولما بيجي يمشي بيسلم عليها وبيكون مركز معاها، ففجأة بتيجي عربية وبتخبطه وبتصدم ميرا لما بتلاقي حبيبها بيموت قدام عينيها. وبيعدي سنتين وبتظهر ميرا وهي قاعدة مع عيلتها وبتكون عايزة تبعد عن المدينة اللي مات فيها حبيبها، وبتفضل اختها الصغيرة سوزي تتكلم معاها وتقنعها انها تيجي وتعيش معاها في المدينة تاني. وبعد محاولات كتيرة بتقرر ميرا انها ترجع تاني لبيت اختها، وبتركب عربية جون اللي ما ركبتهاش بقالها سنتين، وبترجع متأثرة لاختها وبتقول لها انها لسه فيها ريحة جون. وهم قاعدين الاتنين بيلاقوا صندوق لجون، فبيقرروا انهم يفتحوا الصندوق ده، وميرا بتلاقي فيه جاكيت فبتاخده وبتلبسه، وبعدها بتلاقي خاتم الزفاف اللي كان هيتقدم لها بيه فبتاخده تلبسه، وهي منهارة وبتضلها تعيط من كتر العياط، وبتاخدها اختها وتحضنها. وميرا بتقول لها ان هو كان هيتجوزها لكن الموت ما سمحلوش. وبالليل بتقعد ميرا لوحدها وبتحاول تتكلم مع جون، وبتفضل تبعت له رسائل بالليل، وبتكون عماله تبعت له رسائل على رقمه القديم، وبتكون الرسائل دي عماله تتبعت لشخص غريب، فالشخص ده بيستغرب ان ايه كم الرسائل اللي عماله تتبعت له دي. وفي تاني يوم بتروح ميرا تسلم شغلها في المكان اللي بتشتغل فيه، وبتتصدم صاحبه المجله من سوداويه الصور والحزن اللي بيكون جوه ميرا، وبتفكرها ان هي بتشتغل في مجله للاطفال اللي المفروض يشوفوا البهجه والسعاده في كل حاجه. وفي الوقت ده بيكون الشخص الغريب قاعد عمال يقرا الرسائل اللي هي بعتاها، وبيكون مستغرب ومتاثر بيها، وبيفتكر صاحبته في الشغل هي اللي عماله تعاكسه، فبينادي عليها وبيقول لها عايزه اكلمك على جنب، وبيقول لها هو في حاجه ما بيني وما بينك، وبيقول لها لو في اي مشاعر ناحيتي قولي لي. وفجاه بيوريها الرسائل اللي هي بتبعتها، فبتستغرب من كلامه وبتقول له ان هي ما بعتتش اي حاجه من الحاجات دي، فبتقول له خد بالك لان ممكن حد بيكون عايز ينصب عليك علشان تبعت له رقم حساباتك في الاخر. وبنرجع لميرا اللي بتكون قاعده عماله تبعت رسائل رقم جون القديم، وبتدخل عليها اختها سوزي وبتقاطعها وبتوريها الاكونت اللي هي فتحته ليها على تطبيق المعاد، وتطلب منها تحاول ان هي توعد حد وتنسى اللي فات وتعيش حياتها. وبتفضل سوزي تضغط عليها لحد ما هي بتوافق انها تبعت ميرا رساله لرقم جون القديم، وبتقول انه هي حاسه بالعتاب وان هي حاسه ان هي هتعمل حاجه غلط من وراه، وبتبعت له اسم المكان اللي هتروح فيه، فبيقترح الشخص الغريب على واحد صاحبه ان هم يروحوا المكان ويشوفوا مين اللي بتبعت له رسائل. وبتوصل ميرا مع سوزي اختها وبتحاول تشجعها انها تدخل المكان، وبتدخل ميرا المكان وبيشوفها الشخص الغريب وبيكون حاسس ان هو يعرفها من زمان، وبيتمنى انها تكون نفس الشخص اللي بيبعت له الرسائل. وبعد شويه بيوصل الشخص اللي المفروض ميرا تقابله وبتقعد تتكلم معاه، وبيظهر ان ميرا بتكون مش معجبه بيه وبتكون قاعده متضايقه جدا. وبعد كده هو بيقوم فبتبعت رساله لنفس الرقم الغريب، فهو بيلاقي الرساله اللي هي بعتها نفس هي البنت اللي قاعده عماله تكتب رساله لحد، فكده بيتاكد الشخص الغريب ان نفس البنت دي هي اللي عماله تبعت له رسائل. وبعد كده ميرا بتركب العربيه مع صديقها لكنه فجاه بيقرب منها، لكن ميرا بترفض، فبيفتح قدامها تطبيق المعاهده وبيقول لها انه هيختار بنت تانية، فبتقوم طردها من العربيه خالص، وبتتضايق ساعتها من طريقته. وبعد كده بتقوم بعت رساله لجون اللي هو الرقم الغريب وبتعبر له فيها عن افتقادها. وفي يوم بتبعت ميرا لجون اغنيه من الاوبرا اللي كانوا بيحبوا يسمعوها سوا، فبيعرف منها من خلال الرسائل ان هي بتحب تحضر كل عروض الاوبرا، فبيقرر لزمايله ان هو هيروح ويحضر كل العروض اللي بتتعرض في الاوبرا، وكان حاسس ان هو اكيد هيقابل ميرا في يوم من الايام هناك. وبيفضل فعلا كل يوم يحضر كل العروض اللي بتتعرض في الاوبرا، لحد ما في يوم من الايام بيشوف ميرا وهي خارجه من دار الاوبرا ولابسه فستان اصفر جميل، وبيفضل سرحان في جمالها ومش مصدق نفسه ان هي البنت اللي عماله تبعت كل الرسائل طول الفتره دي، لحد ما ميرا بتروح له وبتساله لو هم يعرفوا بعض، فبيقول لها ان هو بيشبه عليها وحاسس ان هو يعرفها من زمان، وبيبداوا يتعرفوا على بعض وبياخدوا ارقام بعض، وبيظهر على ميرا السعاده لما اتعرفت عليه، وعرض عليها ان هو هيعزمها على الغداء في المكان اللي هي هتحبه. وبعد ما خلصوا كلام مع بعض ميرا بتودعه وهي ماشيه وبتكون فرحانه ان هي قابلته، وبيتاكد روب من رقم ميرا وبيكون هو نفس الرقم اللي بيبعت له كل الرسائل على تليفون، ولما بيعمل عليها سيرش في النت بيعرف ان هي كاتبه قصص للاطفال، ولما بيتفرج على صورها بيتفاجئ ان حبيبها اللي عماله تكلمه ده بيكون ميت، وبيكون ميت بقاله 3 سنين، فبيكون مش عارف يقول لها ان هو ازاي كان بيشوف الرسائل اللي هي عماله تبعتها لحبيبها. وبيروح روب يقول لاصحابه ان هو اخيرا اتعرف على ميرا وعرف الشخص اللي عمال يكتب الرسائل، وفجاه بتجيله مكالمه من ميرا وبيكون ساعتها مش عارف يتكلم معاها، وبتكون هي ميرا كمان مكسوفه ومش عارفه تتكلم معاه ازاي، لكن هو بيقرر ان هو يعزمها بالليل على العشاء، وبتوافق ميرا وهي مبسوطه وبتروح علشان تجهز نفسها للعشاء، وبيقعد روب مع ميرا وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا، ومن كلامهم بيحسوا ان هما منجذبين لبعض وكانهم يعرفوا بعض من فتره زمنيه طويله جدا. وبعد العشاء بيفضلوا يتمشوا هما مبسوطين وبيعترفوا هما الاثنين ببعض بالانجذاب لبعض، لكنه بيلاقي فجاه خاتم الجواز في ايديها، فبتحكي له ميرا عن حبيبها اللي مات قدام عينيها، فبيحكي لها هو كمان عن حبيبته اللي سابته قبل الفرح باسبوع، وبيقول لها انا عمري ما كنت وحش علشان تعمل فيا كده، وبيكون مستغرب من نفسه. وبيكملوا تمشيه سوا لحد ما بيلاقوا واحد قاعد عمال يعزف في وسط الشارع، فبيطلب منها ان هي ترقص معاه، وبيفضلوا هما الاثنين يرقصوا مع بعض لحد ما العازف بيخلص العزف ويمشي، لكنهم بيفضلوا يرقصوا على
مزيكتهم اللي هما بس بيكونوا سامعينها، وبيجي عليهم الصبح وهم قاعدين وبيكونوا ما حسوش بالوقت، وبيقرروا مع بعض ان هو هيروح ويقابلها في بيتها. وفعلا بيروح بيت ميرا وبيقعدوا يطبخوا مع بعض لحد ما بيجي عليهم الليل وهم قاعدين بيقضوا وقت ممتع مع بعض. ولما بيلاقيها نامت من نفسها وهم قاعدين بياخدها ويشيلها ويغطيها علشان تنام. اما هو بيقرر انه ينام لوحده في الصالة. وتاني يوم بتخرج ميرا من البيت بسرعة وبتركب عربية جون وهي قاعدة عمالة تعيط جواها، فبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بيكلمها وبيقول لها ان هو هيخلي رئيسة المجلة اللي هو شغال فيها تنشر الحاجات بتاعتها مجانا. فبتقرر ان هي تكلمه مرة تانية، وبيروحوا هما الاتنين يلعبوا باسكت مع بعض، وبيروحوا هما الاتنين البيت وبيعملوا وبعد كده بيدخل الحمام علشان يستحمى علشان يروح الشغل، لكنها فجأة بتلاقي المجلة على بيته، وبتلاقي الرسائل اللي هي كانت بتبعتها لحبيبها موجودة على تليفونه، فبتتصدم ساعتها. وميرا طبعا ما بتكونش مصدقة ان روب كان بيضحك عليها كل الوقت ده، وبتقرر انها تسيب له البيت وتمشي وتسيبه، لكنه بيحاول يعتذر لها بكل الطرق لكنها بترفض الاعتذار منه. فبعدها بيقرر يعترف بحبه ليها وبيكتب عنها في المجلة بتاعته، وكمان بيقول لكل الناس عنها وان هو نفسه يرجع لها تاني. وبيكتب لها في الجريدة اكتر من رسالة بتعبر عن حبه ليها، وبيتمنى منها ان هي تسامحه وترجع له مرة تانية. فبيقرر ان هو يروح يدور عليها ويقابلها في اول مكان اتقابلوا فيه واللي هي الاوبرا، لحد ما فجأة بتظهر ميرا من وراه. فبيروح لها ويعتذر لها ويقول لها ان هو حابب يرجع لها مرة تانية، وبيعترف لها بحبه. فبتطلب منه ان هو ما يكدبش عليها في اي حاجة مرة تانية. وساعتها بتسامحه ميرا وبيقرروا ان هما يرجعوا يعيشوا مع بعض ويفضلوا مع بعض ويحبوا بعض للابد. وبيخلص الفيلم على كده.